اهلا بيكم متابعين قناه مطبخ نرمين فاروق، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير جدا جدا. اتاخرت عليكم بس صدقوني غصب عني. بس جايه لكم بوصفه شوكليت كيك رائع جدا وفظيعه. بجد هتعجبكم، النتيجه هايله ورائعه قوي قوي. الجميل في الموضوع ان هي بدون لا بيض ولا زبده ولا لبن. حقيقي سهله جدا، والكيك دي معموله بميه بس فظيعه جدا. بس من فضلكم يا ريت ما نجريش الفيديو، عشان كل خطوة ودقيقة مهمة في الفيديو بقول فيها حاجات وتركات مهمة جدا. ما نجريش الفيديو عشان تستفيدوا. وكمان يلا بينا شجعوني واعملوا اشتراك بالقناة ولايك في الفيديو إذا عجبنا، وشيروه عشان الكل يستفيد. يلا بينا على الطريقة ومكونات على طول. هنحتاج دقيق متعدد الاستخدام عادي، لو مش متاح دقيق الكيك. هستخدم هنا دي الكوباية المعيارية اللي انا عايرت بيها المكونات بتاعتي، اغلبنا عندنا منها. دي اللي عايرت بيها كل المكونات. دي لو مش متاحة عندنا عادي جدا، نقدر نستبدلها بمج الشاي العادي اللي بنشرب فيه الشاي عادي. طبعا كلنا عندنا مقاس المج ده. هعاير بيه المكونات بتاعتي. دول 3 كوبايات دقيق. انتوا عارفين لما بعمل كيك بحب اشيل معلقتين من الدقيق وبضيف بدلهم معلقتين نشا. بالطريقة دي كده بعادل دقيق الكيك عندي. هضيف كمان ظرف بيكنج باودر، ذرة ملح، طرف المعلقة زي ما احنا شايفين كده بيكنج صودا، ما نزودهاش عشان ما تمررش الكيك معانا. هقلب المكونات الجافة مع بعض. هنا انا استخدمت 3 كوبايات من الدقيق مش هنملى الكوبايه، تبقى ممسوحه. الاول حاجه بعد ما حطينا المواد الجافه مع بعض هنبدا ان احنا ننخلها عشان تعرفوا الكيك ينجح معانا. ننخل الحاجات دي مرتين، يعني يفضل ننخل المواد الجافه اكتر من مره. انا نخلت المكونات عندي دلوقتي. هنبدا نجهز الماده السائله. هنا اخدت كوبايتين ميه مغليه ونزلت عليهم بمعلقتين كبار من الكاكاو الخام غير محلى. ودي معلقه، هحط معلقه قهوة سريعة الذوبان، دي اختياري بس بتدي طعم حلو. لو مش متوفر مفيش اي مشكلة. هقلب المكونات السايلة مع بعض. ضروري المية تكون مغلية، هتساعد في نجاح الكيك معانا. هقلب بس كاكاو كده مع القهوة. وبعدين هجهز الخلاط عندي. هضيف كوبايتين من السكر، سكر عادي مش باودر. هنزل بكوباية الا ربع زيت. وهبدأ أضرب الأول الزيت مع السكر لحد ما السكر يدوب تماما. هبدأ أنزل بالمواد السائلة اللي هي الكاكاو والقهوة والمية. المية برضو تكون مغلية زي ما قلنا. هضربهم لحد ما يتجانس، وبعد كده هبدأ أشتغل بيه عادي جدا. دلوقتي دي جاهز عندي. هبدأ أنزل بالمادة السائلة بتاعتي. تمام جدا. ودلوقتي هبدأ أقلبه. ممكن سباتيولا، مضرب يدوي، مضرب بيض عادي. بس أنا بحب المضرب البيض، بيخلي الكيك معايا ناعم. مش بنضربه كتير، يا دوبك بس دي يختفي معايا، يعني مفيش 3 دقايق مش أكتر يعني. كده الخليط جاهز معايا، وده سمك الكيك معايا. مش عايزاه تقيل قوي ولا خفيف، يعني مظبوط كده جدا. الصينيه اللي هستخدمها يفضل صينيه ألمونيوم طبعا عشان الكيك بيستوي حلو. انا هنا حاطه ورقه زبده ودهنت الصينيه زيت بس. ما حطيتش حاجه تانية اكتر من كده عشان اضمن ان الصينيه تخرج معايا، سوري، الكيك يخرج معايا من الصينيه بعد التسويه. وضروري جدا يا جماعة نستخدم صينية ألمونيوم. الصينية دي عالية، الأحرف بتاعتها عالية للكيك، دي مقاس 24. لو مش متاح الصينية دي عندنا هنحطها في صينية مقاس 26. هخبزها على درجة حرارة 180. هكون مشغلة الفرن قبلها بتلت ساعة. وبعدين هحطها على الرف الأوسط لحد ما تاخد تستوي معايا، واجربها بالخلة.
ودلوقتي هنجهز الصوص اللي هنحطه على وش الكيك. هحتاج نص كوبايه زيت، نص كوبايه سكر، نص كوبايه ميه، معلقتين كبار كاكاو، معلقه صغيره نسكافيه. هنا هحط السكر والزيت، اضربهم مع بعض لحد ما السكر يدوب معايا، يعني اكتر وقت هضربه هو السكر مع الزيت. بعد كده هضيف معلقتين كبار كاكاو. الكاكاو اللي هستخدمه يا جماعه في وصفه الكيك كاكاو غير محلى، ويفضل نوع يكون حلو علشان يدينا نتيجة هائلة. حطيت كل الإضافات مع بعض، بعد كده القهوة سرة الذوبان والمية والزيت والسكر، وهضربهم لحد ما يتجانسوا ويبقى صوص ناعم معايا بالشكل ده. المية هنا استخدمتها مية عادية من الحنفية، مش سخنة ولا حاجة. هنا هبدأ أعمل ثقوب في الكيك بالشكل ده علشان تشرب معايا التشريبة. هنا الكيك دافي. عايزه اقول لكم لما بطلع الكيك اول ما بطلعه من الفرن بحطه تحت بحط فوطه كده مبلوله او منديه تحت الصينيه علشان وبغطيها عشان تعرق الصينيه وتخرج معايا بسهوله. هو انا حاطه تحت ورقه زبده بس احتياطي. هنا هعمل ثقوب بالشكل ده عشان تشرب التشريبه معايا. وهنا بعد ما عملت الثقوب هنبدأ نجهز التشريبة عبارة عن 3 معالق كبار من السكر، أقل من نص كوباية مية، معلقة صغيرة نسكافيه أو كاكاو، أو بدل المية نحط حليب جوز هند أو أي حليب نباتي. تمام، انا مش هكتر، يا دوبك بس تشرب حاجه خفيفه كده عشان تبقى متطعمه وفي نفس الوقت تبقى طريه من جوه. مش عايزاها لو كترنا التشريبه دي تبقى معجنه. هنا هنقلب الصينيه زي ما احنا شايفين بالشكل ده. شايفين التسويه بتاعتها مظبوطه جدا. نسيت اقول لكم، لا انا في المكونات الاساسيه نسيت اقول ان احنا بنحط معلقتين خل مع المواد السائله علشان تبقى هشة. الخل مع البيكنج صودا اللي هي الكربوناتو بتساعد على هشاشان الكيك. فدي معلش سوري التليفون ما صورش اللقطه دي، بس انا حبيت اعرفكم بيها. وكمان انا هكتب لكم المكونات في صندوق الوصفه عشان كلكم تقدروا تستفيدوا. هنا حطيت الصوص، كانت الكيك دافي، الصوص عندي بيبقى ساقع. بعد ما بجهز الصوص بشيله في التلاجة ربع ساعة او نص ساعة علشان يكون جاهز معايا. هبدأ اشكل وش الكيك عندي. ده كيس حلواني او كيس كريمة بنشتريه من مستلزمات الحلويات. حطيت فيه معلقتين كبيرة من النوتيلا، نوتيلا نباتي، ومعلقة زيت نباتي، وحطيتهم في مية سخنة زي ما احنا شفنا بالشكل ده عشان تبقى سايلة معايا واعرف اشكلها. الزيت بيساعد معايا ان انا اشكلها بالشكل ده. طيب لو مش متاح النوتيلا هنعمل ايه؟ عادي جدا، نحط شوكليت شيبس، نحط شوكليت مبشور، نحط كريز، نحط اي نوع مكسرات او سبرينكل او فرماسيل، اي حاجة متاحة عندنا. انا هنا حطيت بندق عشان لقيت اكتر حاجة هتكون لايقة جدا مع النوتيلا هي البندق. فانتوا انا بديكوا افكار مش اكتر، بس حقيقي نتيجة هايلة قوي. تمام جدا. الكاكاو يا جماعة نستخدم نوع حلو، هو في نوعين في السوق، نوع بيبقى كويس ونوع مش كويس. نوع نحاول نجيب النوع كويس عشان هيدي فرق في الكيك معانا، هيدي فرق في الطعم وفرق في اللون كمان. هنا هنجربها، هبدأ نطلعها. السكينة عشان ما تبقاش تطلع معانا تقطعة الكيك مظبوطة بحطها في مية سخنة وببدأ امسحها، يعني ما بقطع مرة مش بقطع بيها تاني، بحطها في مية سخنة وبمسحها عشان اعرف اشتغل بيها. هنا شكلتها بالشكل ده اهو، تحفة. الولاد هتفرح بيها قوي بجد، هيتبسطوا بيها، طعمها حلو قوي. بتمنى من كل قلبي يكون الفيديو عجبكم. يا ريت نشير الفيديو عشان الناس كلها تستفيد، وفي نفس الوقت نعمل اشتراك بالقناة ولايك للفيديو اذا عجبكم. يلا بينا، اشوفكم على خير.